ويا حلوين، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. واليوم جيتكم بروتين جديد يتضمن سلسلة تنظيفات الشتاء. واول شي راح نبدي وياكم غرفة النوم، وان شاء الله نستمر بتنظيفات البيت باكمله. وانتوا راح تكونون وياي خطوة بخطوة ان شاء الله. طبعا حبيت أشكر متابعيني اللي علقولي قالولي استمري، وإحنا أول المشجعين إلك. طبعا كلش أشكركم من كل قلبي، ربي يسعدكم وين ما تكونون ويوفقكم بحياتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لكم متابعيني الغاليين. حبيت أشكركم من خلال هذا الفيديو، وإن شاء الله راح أرجع بقوة. وكل مرة أقول لكم هيجي وتيجي فترة علي أنقطع عنكم. صحيح بذيش الفترة انقطعت بها عنكم إنه كانت شوية عندي ظروف بالبيت. قدر الله ما شاء فعل، صار عندنا حريق بداخل البيت بس ما بي أضرار قوية. سواء المبردة مال غرفة النوم هي مالتي والجام والبردات كلها احترقت. بس يعني الله لطف بآخر لحظات، كنا مو موجودين طالعين من البيت. كسروا الباب وبيت حماية ودخلوا للبيت وطفوا النار، والحمد لله والشكر الله ستر ولطف. وبعدها اني من الصدمة ورحت الدخان وهيجي من جيت لقيت الوضعية مال البيت وهيجي، وقعدت مرضى كلش قوية اسم الله عليكم. والحمد لله والشكر اتجاوزتها، وهسه اني الحمد لله والشكر كل الزينة. وان شاء الله راح ارجع اصور لكم مثل قبل واحسن ان شاء الله. بس انتو شجعوني وكتبوا لي تعليق حلو من يمكم يخليني استمر وياكم، وان شاء الله اني مستمرة وما انقطع ان شاء الله عنكم. فاليوم اول شي بديت بالغرفة. طبعا قلت لكم كان مأخرني التنظيف مال الشتا. شنو تأخرت؟ لان كانت الجام بعد ما يعني ما مسوي، لان كله تكسر من النار وتفطر ووقع. فانتظرت ابو رقاوي سوالياه، وبين تعرفون عنده شغل بين ماشي يعني راح اخذ قياسات وهيشي وجاب الجام وركبه. كانت فترة يعني. فالحمد لله والشكر هسه سويت الجام. طبعا البارحة سويناه بالليل الجام. اليوم ثاني يوم، فقلت خل انظف الغرفة بعدها هي ونستعد للشتاء ان شاء الله، وننظفها تنظيفة من هاي الزينة المحترمة مثل ما يقول، ونغسلها غسلة زينة، ونستقبل الشتاء إن شاء الله بخير وسلامة. والحمد لله على كل حال. قدر الله ما شاء فعل، وكل خيرة وبيها تأخير، كل تأخيرة وبيها خيرة قلبتها أني. يلا مو مشكلة حبايبي، طبعا مشتاقة لكم هواية. أريد تكتبوا لي تعليقات حلوة تشجعوني وتخلوني أستمر وياكم إن شاء الله. هنا مثل ما قاعد تشوفون اني من انظف احب اغير، حتى فشي يتغير بداخل الغرفة، ما يبقى نفس الديكور ونفس التصميم ونفس الهيج شي. فلازم واحد يغير حتى النفسية تتغير وياه التنظيفة. فحبيت اغير الغرفة بالكامل، يعني اديرها تصميم مالها الديكور يعني، وانظفها تنظيفها وياكم بالسرعة مثل ما قاعد تشوفون. كل منطقة قاعد احول من يمها الغراض. دا شوفون انتو كمية التراب، لان قلت لكم كانت الشبابيك مكسر الجام مالتها، فايش قد حاولت اسد يدخل تراب ماكو نتيجة، لان احنا بيتنا على الشارع فبسرعة تدخل التراب علينا. فالحمد لله هسه قلت لكم سويت الجام، فقلت ها هي بعد يعني حافظت على نظافة الغرفة مثل ما يقول. فلازم هسه ننظفها تنظيفة زينة بالمعطرات، ونغسلها غسلة محترمة، ونمسح الأخشاب ونفرشها فرشة زينة، هم ندفيها لين باعتبار داخلين على الشتاء. وهنا أنا حبايبي بعد ما درتها وفرشت هاي الفرشة همينة، ومسحت الأخشاب شي أكيد، وكملت مسح القاع. يعني شوية قطعت من الفيديو حتى لا يصير عليكم طويل وتملون من عنده. وهنا أنا بديت أفرش بالفراش. طبعا أنا غاسلته قبل بوقت يعني، وناشرته وناشف وضامته. وهسه بس اجيت أفرش هنا أنا الغرفة، فرشتها وهذا شكلها النهائي بعد ما فرشتها، وصارت فشي يخبل. وهنا أنا ما تتوقعون كمية الراحة النفسية اللي أنا بيها بعد ما نظفت وتعبت ووصلت لهاي المرحلة النهائية.
طبعا كلش مرتاحة. صح هنا تعبت وقعدت الخشبة مال شرباية بعاش قد ثقيلة وقعدت على رجلي، وهسه رجلي قمت تعرج من يمها ما اقدر امشي عليها ورمت. بس الحمد لله والشكر النتيجة كانت مرضية الي، والتعب ان شاء الله يروح من اشوف هذا المنظر قدامي واشوف النظافة والفرش. يعني احس باجواء الشتاء، انا كلش احب اجواء الشتاء، وكانت التنظيفة تستحق يعني التعب. وهذا الشكل النهائي. هسه هنا يقدر واحد اليوم ينام ويرتاح. وبعد هالشي اكيد كافأت نفسي بعد التعب. خذت لي دوش دافي حتى اوخر شوية تعب من جسمي، وانزل مي حار على رجلي. قلت لكم شو وقعت عليها الخشبة حتى شوية يفك من عندها الورم، واقدر شوية ثاني يوم اشتغل واقوم على حالي للبيت، لان شي اكيد احنا مستمرين بالشغل وهذا واجبنا. فهنا مثل ما قلت لكم فحسيت نفسي مصدعة وتعبانة. سويت لنا قهوة أنا وأبو رقاوي وصبينا القهوة وشوية صحصحت، والحمد لله والشكر على كل حال. وهذا كان الفيديو مالتنا، إن شاء الله يا رب يعجبكم. ولا تنسوني حبايبي باللايك والاشتراك بقناتي. لهنا أنا أقول لكم رح نشرب القهوة، وأقول لكم مع ألف سلامة. ألتقيكم بفيديو جديد وروتين جديد إن شاء الله. باي باي حبايبي.